هلو هاي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا تمام وبألف خير، وان شاء الله تكون الفيديوهات اللي فاتت عجبتكم وفادتكم. على قد ما اقدر بحاول ان انا افيدكم باللي انا درسته. دقيقه كده. اوكي. لما بنيجي ايدي لما بنيجي نعمل دايت بنكون دايما خايفين انه، او مش خايفين، احنا عندنا فكرة ان اكل الدايت لازم يكون غالي، ولازم تكون حاجات معينة، افوكادو، توست، الحاجات الغالية دي، سلمون، الحاجات دي. فلذلك بنقرر ان احنا مش هنعمل دايت، ان احنا مش عايزين نخس، لان احنا معناش فلوس نجيب الحاجات دي. في فيديو النهاردة هقول لكم ان احنا نقدر نعمل دايت حرفيا بالفول. متخيلين نقدر نعمل دايت بالفول؟ فان شاء الله الفيديو يفيدكم، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله يكون ده حافز ليكم علشان تبداوا الدايت. اوكي. نبدا بقى. اول حاجه احنا بنكون محتاجين بروتين في الدايت. اي نوع دايت انت بتستعملوه في حياتكم لازم هيكون فيه نسبه بروتين. فايه هي مصادر البروتين عندنا؟ اقل مصدر يعني تكلفه هو البيض. لو ما عندناش المقدرة ان احنا نجيب فراخ، ما عندناش مقدرة نجيب لحمة، ما فيش مقدرة حتى للبن، البيض. بيض عادي في الفطار، في الغداء، في العشاء. بنحسب نسبة البروتين اللي احنا محتاجينها في اليوم وبعديها بنحطها بيض. طيب مش بحب البيض، مقروفة من البيض، مش بستحمل البيض، جبنة قريش. الجبنة القريش اظن ان هي يعني ممكن تكون نقدر ان احنا ناخدها، نقدر ان احنا نشتريها عادي جدا، هي مصدر للبروتين الحيواني. فاذا لو مش بيض، جبنه قريش او اللبن. نقدر ان احنا نعمل وصفات يكون فيها لبن، فاذا هيكون فيها البروتين الحيواني اللي احنا محتاجينه، وهناخد منه احتياجاتنا وهنخس بيه. بس المهم ان احنا نحسب الاحتياجات بتاعتنا. انا محتاجه النهارده كام جرام بروتين؟ مثلا محتاجه 45 جرام. هبدا ان انا احسب انا عايز احطهم في كام وجبه. مش لازم يا جماعه ال3 وجبات يكون فيهم بروتين، لا عادي، ممكن مثلا فطار وغدا، ممكن غدا وعشاء، ويا سلام لو عشاء. اقول لكم على سر، احسن حاجه ممكن تعملوها في حياتكم ان انتوا تنهوا يومكم ببروتين. هتخسوا وبسرعه، وهتقولوا الوالده قالت ليه. لما بتقفلوا يومكم بكارب، اول حاجه بتقوموا من النوم جعانين جدا لان انتوا قافلين الكارب. لكن تعالوا بقى نقفل ببروتين. اولا بتناموا بيكون الجسم بيهضم، لان البروتين بياخد وقت في الهضم اكتر شويه من الكارب، فبيكون الجسم بيهضم وبيكون الجسم ده ان هو يمتص وكده. غير كده جربوها في يوم، هتقوموا من النوم مش هتكونوا عندكم نسبه الجوع اللي بتكون عندكم وانتوا واكلين كارب. جربوها وقولوا لي. طب ايه هو البروتين اللي ممكن انهي بيه يومي؟ علبة زبادي عليها مثلا عصرة ليمون، لو مش بنحب الليمون هناكلها سادة عادي، وننام. وقوموا قولوا لي ايه هي النتيجة. فاحنا قلنا اول حاجة البيض، وهنشوف له وصفات كتيرة للفطار للغدا. في بيض بالسبانخ حلو جدا، اللي بيحب السبانخ هيعجبهم. وهكذا برضو وهكذا برضو الجبنة القريش. اوكي. الفول بس ده مصدر للبروتين نباتي. بص هقول لكم على تركية انا بستعملها ساعات او في معظم الدايت بلانز اللي انا بعملها. بحب ان انا ادخل كده في يوم بروتين نباتي. ليه؟ عشان اولا مش عايزه الجسم يتعود على البروتين الحيواني. البروتين الحيواني بيكون اسهل في الهضم، فانا مش عايزاه يتعود، وعايزه كده افصل، بالذات لو انا ماشيه على اللو كارب اللي هو مش بدخله كارب خالص، فكل بروتين بس معاه كارب، زي الفول، زي البقول مثلا. الحاجات دي بتنفعني جدا، فانا بدخله بروتين حيواني نباتي في يوم. يعني مثلا 6 ايام اجي مثلا في اليوم الرابع اقوم مدخلاله بروتين نباتي بروتين نباتي زي مثلا الفول. دي تركية حلوة بستعملها مع حالاتي وبتكون كويسة جدا جدا جدا، وبقول لكم عن تجربة بتجيب فايدة كويسة. فالفول مثلا هو مصدر بروتين نباتي ممكن ان احنا نستخدمه. احنا كده قلنا البروتينات اللي ممكن انا اقولها لكم. طبعا زي عندنا بقى الفراخ والسمك والتونه والسلمون وكل الحاجات دي، بس انا حبيت اقول لكم على انواع بروتين تكون التكلفه بتاعتها قليله. عندنا كمان يا جماعه العدس برضو مصدر للبروتين النباتي. شوربه العدس بقى انا بحب ان انا احطها كتير في الدايت.
لو احنا كمان بالذات مش ماشيين على اللو كارب. ليه؟ لان هي مشبعه جدا بجد، فيها كميه خضار، كميه حاجات حلوه جدا جدا بتفيد جسمك وبتشبعك كده لمده محترمه. فانا بحب شوربه العدس وبحب ان انا احطها. ممكن عادي ناكل شوربه عدس في الدايت. مش عارفه ليه لما بنيجي نقول دايت بقى كل الفكره ان احنا هناكل سلطه واكل مشوي. انا باكل باميه يا جماعه في الدايت، انا بعمل باميه وباكلها في الدايت. كل ما في الموضوع طريقه عمل الاكل، انت بتعملي اكلك ازاي، التسبيك ما يكونش يعني زياده عن اللزوم، او ما نسبكش اصلا الاكل. انا بعمل الاكل بتاعي لما بعمل دايت ما يكونش متسبك. بعمل اكلي زي عارفين لما نعمل صينيه بطاطس، انا جميع انواع الخضار اللي بعملها بالصلصه بتكون بطريقه عمل صينيه البطاطس، عشان مش بحب ان الاكل يكون متسبك عشان الجسم يعرف يحرق. فانا باكل كل حاجه انا عايزاها وكل حاجه انا محتاجاها، بس من غير ما يكون الاكل ده مش صحي. انت اللي في ايدك تخلي الاكل ده صحي وينفع في الدايت، وانت في ايدك تخليه مش صحي ما ينفعش للدايت. بس مش معنى انت بتعمل دايت ان يكون اكلك كله سلطه ويكون اكلك كله سوتيه والحاجات دي. نو 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 نو، تقدر تاكل كل اللي انت عايزه، بس المهم انت تكون حاسب الكميات وتكون الطريقه اللي انت عامل بيها الاكل تكون صحيه. شوربه عدس في الدايت كويسه جدا. بعد كده الشوفان. اوكي، حالات كتيره جدا انا كنت بتابع معاها عندها مشاكل مع الشوفان، ما بتحبش الشوفان، ما بتحبش طعمه، بس انا بحب ادخل الشوفان. في حالة عندي كان عندها قولون عصبي، فالقولون العصبي ده انا بتابع معاه الفري جلوتين. يعني انا كنت ماشيه على اللو كارب وفري جلوتين. ليه؟ علشان خاطر حالة القولون تكون احسن، وده هيساعدني اكتر ان هي تخس اسرع. فاذا كنا ماشيين على الشوفان عشان الشوفان الجلوتين اللي فيه مش قوي زي الدقيق الابيض، فببدا ان دخلت لها الشوفان تعمل بيه عيش، تعمله هو باللبن، تعمل بيه سناكس، الحاجات دي كل دي حاجات حلوه جدا. الشوفان كمان على ما اظن ان هو في ايدينا كلنا ونقدر كلنا ان احنا نشتريه، فدخلوه في اكلكم بدل مثلا ما نجيب رز اللي هو كامل الحبه او الرز الاسمر او المكرونه بدقيق اسمر والحاجات دي. لا لا خالص خالص، خدوا الشوفان واعملوا بيه يعني احتياجاتكم. لو انتوا مثلا بتحطوا كارب في يومكم، عايزين تاكلوا مكرونه رز، كلوا عيش شوفان. انا بديكم دي نصيحه هتكون كويسه جدا جدا ليكم وهتفيدكم كويس جدا، انا بتبعها مع الحالات اللي معايا. فالشوفان حلو جدا يا جماعه في الدايت. بعد كده عندنا الخضار. بصوا، انا قلت لكم من شويه ان احنا ممكن نعمل الخضار عادي كطبيخ، بس المهم في طريقه التسويه، انا بسوي ازاي واعمل اكلي ازاي. ممكن نعمله سلطه، انا بحب السلطه جدا وبحب الحالات اللي بتجيلي اللي بتكون بتحب السلطه. وممكن كمان نعمله سوتيه، انا بعمل عندي كمان الخضار سوتيه، بس في ناس بتتقبله في ناس ما بتتقبلهوش. انا في الاول كنت مش بحبه قوي، بس بتابع وصفات مختلفه لغايه ما لقيت وصفه انا تمام معاها وعجباني. فبس الخضار مهم علشان اولا الفايبرز الالياف مهمه جدا للحرق، بتفيدكم انتوا في الحرق كويس جدا، وفيها برضو مينرالز وفيتامينز كويسه جدا جدا جدا. فانا بحب ادخل السلطه، دخلوا السلطه في اكلكم، كلوا سلطه كتير جدا. يعني لو انتوا المقدره عندكم مش عاليه، كل ما تجوعوا كلوا سلطه. وكمان يا ريت لو نخلينا في الورقيات، جرجير، بقدونس، كزبره، خس، كابوتشي، خيار، اللي هي الحاجات اللي هي الزيرو كالوري، اللي هو لما نيجي كده نحسبها هي الكالوريز قليله جدا 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 جدا، فاللي هو خليكم في الحته دي بتكون مفيده ليكم. بعد كده عندنا التونه، سلمون، الحاجات دي ممكن احنا نستخدمها لو في مقدرتنا، ونشوف وصفات ليها بتكون مصدر كويس للبروتين، ونعمل كمان بيها سلطات. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون فاتكم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى اكون دخلت لكم شويه فكر يعني يكون جديد عليكم، اوت اوف بوكس زي ما بيقولوا، لو انتم ما كنتوش تعرفوا، او لو انتم ما كنتوش من الناس اللي بتتابع كتير الدايت وانواع الدايت والحاجات دي. احنا عادي ممكن ناكل اللي احنا عايزينه، بس ده بيعتمد على طريقه عملنا للاكل. وبس ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لو عندكم اي حاجه عايزين تسالوا فيها هسيب لكم تحت لينك الانستجرام، وتقدروا تكتبوا في الكومنتس. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.